يحكى أن امرأة صالحة عمرها فوق 90 يقول ابنها: في يوم من الأيام جاءني قريب لي وأمي جالسة عندي، فلما رآها قال: ما شاء الله، الوالدة عندك. قلت: لا، أنا عندها من باب الإكرام لها. فقالت الوالدة: لا يا بني، عندما كنت صغيرا كنت أنت عندنا، ولكن عندما كبرنا صرنا نحن عندك. ألم تسمع قول الله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فوالله كأني أول مرة أسمع هذه الآية. كل شيء في الوالدين يضعف مع تقدم السن ورقة العظم، إلا عاطفة الأبوة والأمومة، فلا تزداد إلا قوة. فاحذر أن تطفئ هذه العاطفة ببرودة مشاعرك، فوالله إن دمعة واحدة على خد أب أو خد أم متحسرة ستكون كفيلة بإخراقكم في ظلمات الحياة. ربي يحفظنا كامل والدينا، والله يرحم اللي ماتوا، الله يهدينا.